السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من الهبد والعيش الفخم، معاكم دكتور فويس محمد عادل. طبعا زي ما انتم عارفين حلقاتنا بنجيبها من كوكب زحل الفخم، بنتكلم في كل حاجة، في السياسة، في الحضارة، في التاريخ، في الخزعبلات، في الأساطير، في الرياضة، في الفن، في الدنيا، بنهبد ونقرش بفخامة، بس في الآخر الله ينور عليك لازم إيه؟ لازم تستفيد حاجة. النهارده هنتكلم عن حاجة تاريخية، وحاجة من أروع القصص والأشياء اللي أنت ممكن تسمعها وأنا ممكن أحكيها، وهي سيرة أو قصة من قصص الأنبياء. وقصص الأنبياء زي ما قُلت لك من أحسن الحاجات أو السير اللي ممكن تسمعها ليه؟ لإن فيها كل حاجة، فيها كل حاجة، هتلاقي فيها عِظة، حكمة، علم، دين، تاريخ، معجزات، كل حاجة. فقصص الأنبياء أو السير بتاعة الأنبياء زي ما قُلت لك من أروع وأحسن الحاجات وأشملها اللي أنت ممكن تسمعها. والنهارده برضه إحنا مش جايبين أي حاجة، إحنا جايبين قصة من القصص الspecial أوي، أوي، وهي قصة قوم سيدنا لوط. سيدنا لوط ورد اسمه في الكتب المقدسة، ويقال إن اسمه بالكامل، اسمع بقى كده، هو لوط ابن هاران ابن تارح ابن نحور. أه آه يعني معنى كده إيه؟ ده سيدنا إبراهيم في الكتب المقدسة هو إبراهيم ابن تارح ابن نحور، يعني معنى كده إن سيدنا لوط في الكتب المقدسة هو ابن أخو سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم يبقى عمه. تمام، حلو أوي، كان موجود معاه وآمن بيه بدعوته في بلاد العراق في بابل. بعد كده هاجر معاه للأراضي المقدسة لفلسطين. حلو أوي، ده في الكتب المقدسة. عندنا إحنا بقى في القرآن ما اتذكرش أي سيرة أو أي صلة بحوار النسب ده ما بين سيدنا لوط وما بين سيدنا إبراهيم، ولكنه هو كان رجل آمن بدعوة سيدنا إبراهيم وآمن به وبربه، وهاجر معاه من العراق إلى فين؟ زي ما قال عندنا كتب التفاسير والعلماء، من العراق إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين. وعندنا بقى حاجة في حوار الإسرائيليات ده، عندنا في الدين في الإسلام. إيه بقى اللي اتقال؟ عندنا 3 حاجات. أول حاجة، في حاجات هنصدقها، والله، اللي هي إيه؟ اللي هي جه ذكرها في القرآن وفي السنة، وفي حاجات عبث هنكدبها، ودي اللي جه عكسها وأثبت عدم صحتها مين؟ القرآن والسنة. وفي حاجة بقى إيه؟ تالتة، اللي هي إيه؟ لا هنصدق ولا هنكذب، ودي الله بها أعلى وأعلم. بمعنى إن إحنا لا هنصدقها فتطلع كذب فنقع في الباطل، ولا هنكدبها فتطلع صدق فنقع برضه في الباطل، وزي ما قُلت لك الله أعلم. طبعًا أنت قاعد دلوقتي بتسخّن واخد بالك، ها، واللي مجهّز شوية شاي والدنيا حلوة، خُش لنا على القصة بقى، احكِ لنا السيرة، إيه الدنيا؟ لأ، إحنا برنامجنا أنت عارف مش زي أي برنامج، وبنحب ناخد وندّي مع بعض ونجيب الحكاية من الديل، من الأول خالص. حلو أوي. سيدنا لوط، طب يعني إيه أصلًا اسم سيدنا لوط؟ إيه الكلمة دي؟ يعني إيه كلمة لوط؟ والحوار ده بقى بيُقع فيه تقريبًا 99% من الناس، والله يمكن أكتر، وأنا كنت لفترة قريبة واحد منهم. بمعنى، أول حاجة، اسم لوط ده اسم أعجمي، يعني مش عربي. قال لك إيه؟ قال لك ده كل معناه إن صفة اللوطي أو اللواط اللي هي مشتقة منه ما هي إلا تذكير أو مأخوذة من الفاحشة اللي كان بيقوم بيها قوم لوط، وهي اللواط، فمنسوبة إليه، منسوبة للقوم مش لسيدنا لوط، حاشا لله. فهنا جت التسمية، وكلمة لواط أو لوطي جت من الكلمة دي. ده رقم واحد. طب رقم اتنين بقى، رقم اتنين يا سيدي، قال لك إن الاسم ده له صلة باللغة العربية. بمعنى، في اللغة العربية في كلمة اسمها أو تعبير اسمه لَطّ ليطًا أو لوطًا. بمعناها إيه؟ بمعنى اللي هو التصق بالشيء أو ألصق الشيء بوضع الطين عليه، يعني جاب طين ولزّق بيه حاجة في حاجة. يعني بيقول لك إيه، لَطّ هذا الحائط ليطًا أو لوطًا. معنى كده إيه؟ إن هو لزقه ولصق بيه ولكن باستخدام الطين. تعالَ كده لوالدك أو حتى جدك وقُل له: يا جدي، يا حبيبي، زمان كده أيام البنايين كان في جملة كده بيقولوها مهمة أوي، هيقول لك كان دايمًا يقول لك إيه، ليّط لي يا ابني الطوب ده بشوية أسمنت أو شوية طينة. ليّطه يعني حُط عليه طينة أو أسمنت والزقه، ومن هنا جات التسمية وكمّلت معانا. تعالَ بقى إيه للحاجة التالتة، وهي إيه بقى، وهي سبب من التسمية وليها علاقة بسيدنا إبراهيم. إيه هي؟ قال لك إن من الاسم أو المعنى اللي اشتقناه من شوية من اللغة العربية اللي هو الالتصاق سواء بالطين أو غيره، قال لك إن سيدنا لوط ده كان مع سيدنا إبراهيم، وكان سيدنا إبراهيم بيحبه حُبًا جامًا، وسيدنا لوط كان بيحب سيدنا إبراهيم، والتصق حُب سيدنا لوط بمين؟ بقلب سيدنا إبراهيم. ويقول لك إيه، لاط قلب إبراهيم بحب لوط لوطًا، يعني التصق حبه بقلبه لوطًا شديدًا. فمن هنا ومن حتة الالتصاق سُمّي سيدنا لوط بهذا الاسم. ولكن بقى ييجي لك العرب وفصاحة اللغة العربية، اسمع بقى الحتة دي. قال لك إيه، قال لك بما إننا مشتق من عندنا كلمة الالتصاق فيما معناها زي ما قُلت لك ليطًا أو لوطًا، اللي هي التصاق الشيء أو وضع الطين على الشيء، يعني الالتصاق، معناها اللوط يعني الالتصاق. ولمّا جه حادث أو نبأ
قوم سيدنا لوط والفاحشة اللي كانوا بيقوموا بيها عند العرب، وعرفوا إزاي كان هناك الرجالة بيقوموا بالفاحشة دي مع بعض وبيناموا مع بعض. وضع الفاحشة دي قال العرب إن الرجالة بيكونوا في وضع التصاق مع بعض، فنسبوا كلمة اللواط أو اللوطي لجزء منها من المعنى العربي اللي هو الالتصاق، وربطوه بوضعية وطريقة الفاحشة اللي كان بيقوم بيها قوم لوط. وبوم على فصاحة العرب يا جدع ألف مرة. حلوة الدخلة دي، حلوة، ما تقلقش ما تقلقش، والله هنبدأ القصة وهنخش. يلا بينا. زي ما قلنا إن سيدنا لوط كان آمن بدعوة سيدنا إبراهيم، وخرج معاه من العراق من بابل وراح معاه الأرض المقدسة فين؟ في فلسطين. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يسير إلى قوم وإلى مجموعة من القرى ومدينة الناس فيها بتعمل فواحش ومنكرات. طيب يا رب العالمين، بيشركوا بالله؟ أيوه. بيعبدوا الأوثان؟ أيوه. عندهم أماكن بيعملوا فيها المنكرات ويشربوا الخمرة؟ ياه ماشي. نروح ونتوكل على الله وندعوهم ونهديهم إلى دين الله وعبادة الله؟ لا، استنى، دول بيعملوا حاجة فاحشة لم يأتي ولم يسبقهم إليها أحد من العالمين. تخيل كده إن الدنيا لما يكون فيها حاجات حلوة اللي هي الطاعات مثلا، والله يقول لك أول قوم قاموا بالصوم كذا، الزكاة كذا، الحج لبيت الله كذا. دول بقى واخدين الفيرست ممبرشيب، العضوية الأولى والترند الأول في أكبر وأكثر معصية وفاحشة في التاريخ، وهي الشذوذ بين الرجالة وبين بعض. المدينة دي كانت مدينة سدوم وعمورة أو عمورية. بيقال بقى في كتب التفاسير إن مدينة سدوم ما كانتش مدينة واحدة، لا دي كانت مجموعة من القرى، بيقال إن هي 3 أو 4 قرى. وجه في تفسير ابن كثير قال إن عدد سكانها كان حوالي 400,000، وده رقم كبير حلو قوي. وأرسل ربنا ليهم سيدنا لوط عشان يعني يشيلهم وينشلهم من البلاعة اللي هم فيها والقذارة اللي كانوا بيعملوها والفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وهي الشذوذ. وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. حلو قوي زي الفل. طب واحد بيجي يقول لي ايه، طب هحكي لنا بقى إيه الدنيا؟ لا، ما انا هبدي لك بقى من الاول. هم الناس دي اتولدوا كده؟ يعني هم اتولدوا لقوا نفسهم بيشزوا مع بعض رجاله مع رجاله؟ لا، دي لها اصل هنعرفه دلوقتي. البدايه كانت بسبب النعمه ثم الجحود بهذه النعمه. ازاي؟ تعالى بقى عشان الدنيا هتسخن قوي دلوقتي. قرية سدوم أو المنطقة دي كلها، واخد بالك بالقرى، كانت خير، مراعي، مية، مواشي، زرع، ثمار هنا وهنا، زرع. حتى بيقول لك يا راجل من كتر الدنيا هناك ما كانت بتنبت وفيها خير، بيقول لك كان الثمار دي بتنبت على الصخور وعلى الأرضية قدام البيوت وعلى الحوائط والجدران. الدنيا خير، والناس كلها حواليهم كانوا بيجوا بيرعوا وبياكلوا بياخدوا الحاجات دي وبيقعدوا. حتى المسافرين وعابرين السبيل ينزلوا هناك في القرية أو المدينة ويقعدوا ويقيموا فيها ببلاش، والناس هناك كانوا أهل خير وبيصرفوا وما عندهمش أي مشكلة. ولكن فجأة وفات من الأوقات أصابهم القحط الشديد، والدنيا قلت قوي والمراعي نشفت والثمرات راحت. وهنا جه بقى السؤال اللي الناس بتسأله ويقول لك إيه؟ يقول لك هو إيه دور الشيطان أو إبليس في الموضوع ده؟ هل إبليس كان هو أول من مارس الشذوذ؟ يعني كان بيشذ معاهم أو هو اللي مارسه قبلهم؟ لا، القرآن قال لم يسبق أحد من العالمين، والعالمين دول السماء والأرض، ولا حتى الجن ولا الشياطين. امال ايه اللي حصل؟ خرج عليهم راجل شيخ رايق كده موقر، اللي هو مين؟ ابليس. قال لهم الله، ايه القحط والخراب اللي احنا فيه ده؟ ده ايه سببه؟ ده اقول لكم سببه ايه. سببه الناس اللي بتيجي علينا غريبه من جوه البلد، مسافرين عابرين سبيل، كل خش كل ورعه وخد فلوس وكل من الثمرات، واحنا مالناش حاجه. اهو الحاجات الزياده دي كان زمانها نفعتنا دلوقتي والدنيا بقت حلوه وما عندناش لا قحط ولا اي حاجه. قالوا والله الكلام صح. طب نعمل ايه؟ نمنع اي حد غريب يجي من بره ولا مسافر ولا اي حد من بره بلدنا او غريب عننا يخش البلد وياخد اي حاجه من خيرها. خيرها هنقفله علينا احنا بس. وهنا كانت اول خطوه، انهم حرموا الناس اللي كانت بتيجي من الخير، منع عنهم الخير ومنع عنهم العمل الصالح اللي كانوا بيعملوه. طب ده اولنا. طب بعد كده بقى لما الارض رجعت تاني والقحط راح، قال لك الله، ده كده الدنيا رجعت تاني زي ما كانت. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ايه الدنيا، ايه الموضوع؟ قال لهم بصوا بقى، عشان نمنع اي حد خالص لازم نعمل عقوبه. عقوبه ايه؟ اي حد غريب هنمسكه او عايز يخش البلد خلسه، او اي حد من المسافرين اللي عايز يخش عين على البلد، احنا هنقطع عليه الطريق وهنخطفه ونحبسه، ثم ننكحه كما تنكح الاناث. ومن هنا بقى كان بداية العجن. في الأول لما قفلوا على نفسهم وبقوا يمنعوا أي حد يدخل والسلام، دلوقتي بقوا عايزين يمنعوا بالترهيب، يعني عايزين يخوفوا الناس. قال لك بس اللي هيعدي علينا هناخده وهوب
هننكحه زي ما بتنكح النساء. أنت متخيل إن في حد هيعدّي في حاجة زي دي؟ يا راجل ده أنت لمّا بتلعب كورة عندك في البلد يقول لك باقول لك إيه، الراجل ده بيرُش مَيّة أو ممكن ياخد الكورة يقطعها، قسمًا بالله ما بتهوّب ناحية الشارع، ده بيقول لك اللي هيعدّي هنبقلشه، هنشقلطه، هنقلبه من الآخر، فما فيش حد كان بيعدّي. وهنا إبليس لجأ إلى حيلة غريبة أوي، راح جاي متنكر ونزل في هيئة صبي أو غلام حلو لدرجة لا تتخيلها، ونزل حاول إن هو يتلصص بالليل ويختلس دخوله فين؟ لهناك لمدينة سدوم، وتعمد إنهم يمسكوه، هوب قفشوه، وبعد ما قفشوه إيه؟ حبسوه، والراجل بقى اللي كان حابسه قعد طول الليل يغريه ويراوده عن نفسه، بمعنى قال له لا تقتلوني ولا تحذبوني ولا تضربوني، انكحوني. شغل شياطين بقى أنت فاهم. فالراجل ده بعد هذه الإغراءات والإغواءات راح جاي إيه، راح جاي ناكحه وراح جاي مارس معاها الرذيلة. هوب جُم الناس عليه تاني يوم من أهل القرية الصبح، قال له: "أنت عملت إيه في الغلام اللي كان عندك وراح فين؟" قال لهم: "أنا عملت معاه كذا، 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 كذا." كذا، كذا، طب إزاي؟ وحسيت بإيه؟ قال لهم: "حسيت بلذة شديدة ومختلفة عن النساء ما بعدها لذة وانبسطت." ما هو الشيطان دايمًا بياخدها على مراحل، ودايمًا بيهيأ ليك الحاجة أوسخ حاجة في الدنيا كأنها أحلى حاجة. ومن هنا بقى بدأوا لمّا بقوا يقطعوا الطريق على الناس، بقوا ياخدوهم ويحبسوهم وينكحوهم، ما بقاش مجرد حماية للبلد أو إنك بتقول إنك بترهّب الناس إنها ما تعدّيش، لأ، ده بدأوا يقطعوا الطريق مخصوص حتى على مش معدّي على سدوم ولا نازلها، وياخدوا الناس المسافرين وعابرين السبيل عشان ينكحوهم، لأ، وبعد ما ينكحوهم ياخدوا من كل واحد 4 دراهم، وربنا ما أعرف ليه، تقريبًا دي غرامة نكح يعني، تخش اقطع تذكرة، خش، اللي بعده، وهكذا. زي ما قُلت لك إن الشيطان كان في منتهى الذكاء، ولعبها عليهم بالراحة، حتّة، حتّة، من أول إزاي تودّي القحط، إنك تمنع أي حد يخش وياخد من خيرك، وقطع الخير اللي كانوا بيعملوه عن الناس، بعد ما قال لهم إن أنتم كده هتفتقروا وتبقوا في خراب، بعد كده قال لهم الله! طب إحنا نخوّفهم بقى ونخلّيهم ما يجوش خالص عن طريق إن إحنا نعمل كذا ونعمل كذا، وبعد كده لمّا الدنيا مشيت معاهم، هو بنفسه اللي نزل وأغواهم وخلّاهم يعملوا الموضوع ده، لحد بعد كده ما بقاش مجرد إجراء وقائي بنحيا بيه البلد، لأ، ده بقى لذّة وبقى فاحشة وتحوّل إلى عادة، لدرجة إن الناس بعد الإشاعات والمعلومات ما انتشرت والأخبار إن الناس دي بيأتوا بفاحشة ما حدش عملها قبل كده، وأي راجل بيعدّي راجل مش ست بيمسكوه وبيخلّصوا معاه، قال لك بس ما حدش بيعدّي، طب نعمل إيه؟ بعد ما بقت عندهم عادة وبقوا هم نفسهم بيشتهوا الرجال، بيُقال في التفاسير إن هم لجؤوا إلى النساء، طب ما يلجأوا للنساء، قال طب ما النساء ده الصح يا عم، حلو بيرجعوا، لأ بالعكس بيعملوا مع النساء نسوا الفطرة والطبيعة، وبدأوا يأتوا للنساء زي بالضبط ما بيأتوا للرجال، منين؟ زي ما أنت فاهم، بالضبط الله ينوّر عليك، ولكن بسبب تلذذهم وتسويل الشيطان لهم ولأنفسهم إن الحوار ده أمتع وأحسن، حتى زهقوا من حوار إن هم يعملوا كده مع النساء، قال لك بس ما فيش مسافرين، ما فيش حد نقطع عليه الطريق، إحنا نعمل إيه؟ إحنا نخلّي سيدنا في إيدينا وننام مع بعض. ومن هنا بدأ الشذوذ والفاحشة في القرية كلها بكل سكانها، واعتبروا هذا الموضوع حق وحرية شخصية ليهم، وتقريبًا نسيوا النساء خالص، وعملوا عندهم زي ما بيقولوا كده إيه، نادي للمنكر، club نادي بيمارسوا فيه الأعمال الجميلة دي، خمرة، شذوذ، ولدرجة كمان إن في بعض التفاسير كانوا بيقولوا إن هم من سوء المجالس معلش يعني وقذارتها عندهم، كانوا بيخرجوا ريح قدّام بعض عادي واخد بالك، ويضحكوا، يعني واحد يقرّب جنب واحد يدّي له بومب ونضحك، في شيء في منتهى القذارة، فجه سيدنا لوط بقى وبدأ يدعوهم ما ينفعش كده، ولازم نرجع إلى الله ونتوب إلى الله، وأنتم بتأتوا الفاحشة ما حدش جابها زيكم قبل كده ولا حصلت قبل كده، وإن النساء أطهر لكم ودي الفطرة اللي ربنا خلقكم عليها، قالوا له بُص بقى أنت عايز تقعد في القرية اقعد، وكان عنده سيدنا لوط كان عنده بنتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، الكبيرة اسمها رايثة والصغيرة اسمها فعارثة، وزوجته كانت اسمها والهة أو والعة، وغِلة دي في كتب تفاسير بتقول بس دي تقريبًا كان اسم زوجة سيدنا نوح، المهم بقى يا سيدي إن هو كان بيكلمهم بالطريقة دي، وإن ارجعوا لفطرة ربنا السليمة، وعندكم أهو بناتي موجودين هم أطهر ليكم، قالوا لأ، أنت تقعد هنا نعمل اللي إحنا عايزينه بدل ما بنجيش ناحيتك ولا ناحية بناتك، وإن دي حرية شخصية نعمل اللي إحنا عايزينه، وركّز في كلمة حرية شخصية دي، إن دي الكلمة دي ابتدت من ساعتها من أيام سدوم، ودي الكلمة اللي إحنا بنسمعها واخد بالك مع شباب قوس قزح في اليومين دول. سيدنا لوط حاول بكل الطرق إنه يرجّع الناس دي على اللي بتعمله، حتى عرض عليهم بناته للزواج، وعرض عليهم إنهم يرجعوا تاني للنساء، ولكن خلاص زي ما قُلت لك قالوا له إن إحنا حرين ودي حرية شخصية، وإحنا مستمتعين ومتلذذين بالشذوذ اللي إحنا بنعمله، وهنا
كان لازم الأمر الإلهي يتدخّل. إيه بقى اللي حصل وإيه الواقعة اللي حصلت بعد كده وبداية مراحل العقاب الإلهي لعالم الأوساخ دول؟ بُص بقى يا سيدي، اللي حصل إن في ضيوف نزلوا على سيدنا إبراهيم أولًا، والضيوف دول كانوا من الملائكة وكان بينهم سيدنا جبريل عليه السلام، راحوا لسيدنا إبراهيم وكانوا بيبشروه بسيدنا إسحاق. بعد كده حدّثوه عن خبر اللي بيحصل هناك في سدوم وعن قوم لوط، وقالوا إن إحنا هنخرب القرية وهنمحيها وهنعذب الناس دول وهنجازيهم بظلمهم وكفرهم. فسيدنا إبراهيم خاف وانزعج على سيدنا لوط إنه عارف إن هو مؤمن، فقال: هل سنهلك هذه القرية وأبوها مؤمن؟ قال: لم نجد فيها إلا بيت واحد من المسلمين أو المؤمنين، هو بيت سيدنا لوط فقط، ومع ذلك إحنا هننجي سيدنا لوط وبناته الاتنين بس، إنما مراته لأ. طب مراته والعة والهة اللي أنا قُلت لك على اسمها دي في الأول، لأ ليه؟ اللي حصل بقى يا سيدي إن مرات سيدنا لوط ما كانتش بتمارس الفاحشة ولا الشذوذ ولا لا سمح الله خانت سيدنا لوط مع أي حد من رجال القرية، ولا عملت الفاحشة أو الشذوذ مع واحدة من نساء القرية زي ما كانوا التانيين بيعملوا مع الرجالة، ولكن الخيانة بتاعتها كانت خيانة معنوية وخيانة دينية. إن هي بقى إيه، أولًا كانت موافقة على الفجور اللي بيحصل، تمام، الدنيا تمام ما عنديش مشكلة، بتقول له ما ليش دعوة بيهم، ما هم أحرار، دي حرية شخصية، ما حدش جالنا ولا جه علينا ولا له دعوة ببناتنا، وهم حرين يعملوا اللي يعملوه وما لناش دعوة بيهم، دي حاجة. الحاجة التانية إيه بقى، الناس بعد ما كانوا بييجوا كعابرين سبيل بيعدّوا على سدوم، تقريبًا يعني 90% منهم اتمنعوا، برضه كان في بعض الناس بيعدّوا على حدود القرية وخايفين طبعًا لإيه، أهل القرية سيدنا لوط خايف يقطعوا عليهم الطريق وهوب ياخدوا الغلمان وينكحوهم زي ما بيعملوا، فحاول بقدر الإمكان إنه يمنع أي حد إنه ينزل القرية، بس مراته كانت أي حد بيعدّي كانت بتروح بتبلّغ فيه فين، بتبلّغ فيه أهل القرية اللي هم العالم الكفرة دول. المهم بقى يا سيدي، ملايكة اللي كانوا عند سيدنا إبراهيم بعد ما خلّصوا وبشّروا سيدنا إبراهيم، قال لك بس هاتوجه إليه بقى إلى سدوم إلى قوم لوط. فراحوا على الطريق وعدّوا، فبنت سيدنا لوط كانت موجودة على الطريق، فوهُم داخلين قال لهم: استنوا انتظروا، أنتم رايحين فين؟ قال لهم: إحنا غرباء عن المدينة، جايين ننزل هنا ضيوف. قال لهم: لأ، ما حدّش يدخل ولا يقرّب، أنا هاروح لوالدي الأول، هاسأله واستشيره وارجع لكم. فذهبت إلى سيدنا لوط وحكت له الحكاية، قال لها: ما تخرجيش إلا بالليل لمّا كُلّه ينشغل والقرية أو المدينة كلّها تغفل وتضلّم. فراحت لهم وجابتهم خِلسة ودخّلتهم البيت ورحّب بيهم وإحنا كذا وإحنا ضيوف وما أعرفش إيه والحكاية والرواية. إيه بقى اللي يحصل، مراته راحت جاية خارجة ومتسحّبة ورايحة على هذا النادي أو الكلاب اللي كانوا بيأتوا فيه جميع أنواع المُنكر، قالت لهم: أنا شُفت ضيوف وغلمان عند زوجي لوط لم أرى مثلهم جمالًا في الخلقة قط، ما شُفتش أجمل منهم. طبعًا الرجالة ريالتها نزلت وعينيها برّقت، قال لك غلمان وإحنا مقطوع عننا الطريق بقى لنا كتير، بينا يا رجالة على بيت لوط. المهم لمّوا بعض وراحوا قعدوا يخبطوا فرزعوا في البيبان، افتح، افتح، كذا، 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 ما ينفعش، ما تدخلوش، وسيدنا لوط واقف ورا الباب مش راضي يدخّلهم، افتح إحنا عارفين إن عندك غلمان وأنت مخبّيهم علينا. غلمان! آه، عرف بقى هُم جايين ليه. المهم الضرب اشتد أوي على الباب وكانوا هيكسروا الباب وسيدنا لوط بيحاول إن هو يقاوم وما يدخّلهمش. المهم الضرب كان شديد وتقريبًا كانوا هيكسروا الباب، لحد ما قام واحد من الضيوف وقال لسيدنا لوط إن إحنا ملائكة من الله عز وجل ووجب عليهم العذاب، ويا دوبك بتلويحة صغيرة بريشة من جناحه أعمى بصر كل من كانوا على الباب، وهنا بقى بدأ جحيم العذاب. سيدنا لوط لو تفتكر في الأول لمّا قُلت لك إن بعد ما هاجر مع سيدنا إبراهيم نزل على مدينة سدوم، يعني هو أصلًا مش من سدوم ولا من عمورة ولا من عمورية، ودايمًا الأنبياء كانوا بيتبعتوا أو بيتجي لهم الرسالة في قومهم، فدايمًا تحس إيه، إن له عم، له خال، له ضهر، له قبيلة، المهم إن له حد، ولكن سيدنا لوط كان لوحده، فلمّا جه اشتد عليه طرق الباب من الناس الكفرة دول، العالم الشاذة دي، قال: يا جماعة أنا ما ليش حد أوي إليه، ما ليش أخ هنا، ما ليش أي حد، طب ما فيش فيكم راجل عِدِل، ما فيش فيكم حد أكلمه؟ زي ما قُلت لك إن سيدنا لوط كان لوحده وما كانش له حد أو له أهل هنا في هذه المدينة. المهم بعد ما الضرب اشتغل وقاموا الملايكة وحذّرونا هيبدأ العذاب، قالوا له إن أنت هتاخد بنتينك وهتمشي واللي هينزل العذاب عليه من أهل بيتك هو مراتك بس، كده، كده إحنا قدّرنا عليها العذاب وكده، كده هتلاقيه معاهم، واوعى وأنت ماشي لمّا تبدأ العذاب صباحًا إنك تلتفت وراك، أنت هتخرج بالليل أول ما تسمع الدربكة اللي هتحصل إياك إنك تبُص وراك. ليه؟ عشان ما تاخدوش أي شفقة أو رحمة بالعالم ده، لإن خلاص حَقّ عليهم أمر الله. خرج سيدنا لوط وخرج بناته في الليل، ومراته طبعًا رفضت إنها تخرج وتسيب قومها. ليه؟ لإن هم ناس أحرار، ناس open minded، عندهم حرية شخصية، ما فيش فيهم أي مشكلة. وجه مع الصباح وبدأنا برقم 1 أول حاجة الصيحة،
صوت مرعب بيخلخل الأعضاء ويخلخل البني آدم لو أنت واقف في أي حتة، بتحس إن الصوت وطبقاته والاهتزاز بتاعه بيخترق جسمك كله، وده اللي حصل بالضبط، ده اللي حصل لهم بالضبط، لدرجة إن ممكن ضغطك يعلى. ده المفسرين بقى اللي قالوا في العلم ليه عذاب الصيحة ده، يعني إيه عذاب صيحة كبيرة تيجي بصوت وتعمل كده؟ إن الأصوات طبعًا أكيد يعني هتبقى ترددها خارق للطبيعة، فبتخش بتخلخل جسم الإنسان كله، بتخلّيك ترعش عامل كده، وممكن تودّي إن جميع أعضائك تنفجر. تاني حاجة، سيدنا جبريل جه ولخلخ وانتزع أرض سدوم بكورها كلها من أسفلها، وارتفع بيها إلى السما، لدرجة إن أهل السماء سمعوا الصراخ والعويل بتاع أهل المدينة دي، ونباح الكلاب، وصوت لا مؤاخذة الفراخ والدجاج بتاعهم بيصيحوا مش فاهمين الدنيا فيه إيه، وارتفع بيها إلى السماء، وهوب قلب المدينة وجعلنا عاليها سافلها، اللي فوق تحت واللي تحت بقى فوق، وتم قلب المدينة من تحت لفوق واتدكت في بعضها. رقم 3، ربنا أرسل عليهم مطر حجارة من سجيل من قعر جهنم، عبارة عن حجر كده، حجرة شبه الطين ولكنها من جمر جهنم. وإيه بقى؟ لو حد نيجي من القلبان ومن الصيحة ده مثلا، ينزل عليه المطر ده زي طلقات الرصاص بالظبط. ويقال في التفسير إن كان كل حجر من سجيل كان مكتوب عليه اسم واحد من الكفرة دول، لو كان هنا ولا هنا ولا متداري في حتة بعيدة عن القرية ولا وراه مشوار ولا حاجة راح يشوف له غلام ولا اتنين، الحجر كان بيصيبه في أي مكان وفي أي وضعية وكان بيخلّص عليه. انتهت قصة قرية أو مدينة سدوم وعمورية، وانتهى أهلها تمامًا، وربنا ما نجّاش منهم إلا بيت واحد من المؤمنين، هو سيدنا لوط وبناته الاتنين، حتى زوجته اللي رفضت الدعوة ورفضت إنها تآمن بالطهارة والعفة، وقالت إن هم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه، احترقت وانتهت وتم القضاء عليها في هذا العذاب اللي ربنا أنزله على هذه القرية. طيب، زي ما إحنا عارفين إن إحنا يا جماعة في الحلقة مش مسألة إن أنا أو في البرنامج باحشي معلومات بس، إحنا بنقعد مع بعض نتناقش ونفكّر بصوت عالي، وأنا باجيب لك حتى المعلومة ونفكّر ونقول اللي إحنا عايزينه، وأنت تدوّر وتزوّد نَفْسك أكتر من اللي أنا قُلته وتستفاد وتفيدني في الكومنت أو أي حاجة. طيب تعالَ بقى هنا نتكلّم كده شوية عن الموضوع العمومي اللي إحنا اتكلّمنا فيه. طيب الديانات ربنا حرّم الزنا وحرّم الشذوذ تمامًا، الزنا زي ما إحنا عارفين الأمراض اللي ممكن تيجي بسببه، واختلاف الأنساب والكلام ده كله، المواضيع دي كلها اللي بتحصل، فطبيعي إن الزنا يتحرم. طيب واحد تاني ييجي يقول لك إيه، طيب ما الزنا ده فيه فعلًا اختلاف في الأنساب وكل حاجة أنا معاك، طيب الشذوذ لا فيه اختلاف في الأنساب ولا في أي حاجة، طب ما كان ممكن الشذوذ يمشي شوية غير الزنا، وحتى الأمراض، طب ما أنا دلوقتي لو جه 2 رجالة مع بعض ممكن ييجي لي مرض، نفس الكلام لو واحد ست لا لو واحد ومراته في احتمالية حتى ولو بسيطة إنه يصاب بالمرض، قال لأ، أُمّال ليه الشذوذ ما اتحرمش واخد بالك، أو ليه الشذوذ اتحرم مع الزنا؟ هاقول لك بقى يا سيدي، ربنا دايمًا حكمته بليغة جدًا فوق أي مستوى، دي حاجة منتهية، وفي المجموعة الواحدة وفي الإطار العام للكل بتجد إن الاختلاف ده هو جوهر الحكمة حتى في الكل نفسه. بمعنى إيه؟ ربنا دلوقتي أحل الزواج إيه؟ إحنا كبشر بيننا وبين بعض كبني آدمين، ولكن ما فيش تزاوج لا بين بني آدمين وحيوانات، ولا بين بني آدمين وطيور، ولا أي جنس تاني، ولا أي حاجة تانية. إذًا فإحنا بني آدمين، طيور، حيوانات، ربنا فضّلنا وكرّمنا بالعقل والخلقة النضيفة والعيشة النضيفة والطهارة، وما خلّيناش نتزوّج من الأجناس التانية، ده كجنسنا كلّه كمُجمل. طيب في جوّه بقى جنسنا نَفْسه اللي هو اللي إحنا متّفقين اللي هو لوحده مش هيتزوّج مع حد تاني، ربنا جعل الاختلاف في جنسك نَفْسه واخد بالك، في جوّه الجنس نَفْسه ذكر وأنثى، وشوف الحكمة جوّه الجنس نفسه ربنا جعل الاختلاف في ذكر وفي أنثى، يحصل بينهم تزاوج بالفطرة والطبيعة السليمة، لإن دايمًا كلمة شذوذ أو شاذ هو من خرج عن الفطرة وخرج عن المألوف، فهنا أنت هتبقى خارج عن المعروف عن المألوف وعن الطبيعة اللي ربنا خلقك عليها، فده أكيد حرام وده أكيد ما ينفعش. طب تاني حاجة بقى، هنفترض يا باشا إن الشذوذ ده حلال أو مُحلل، ده من ساعتها، أنا باقول لك من دلوقتي، لأ ده من قديم الأزل، من ساعتها بقى، من بدء الإيه، من بدء الخليقة. طب ما كانش ربنا هيخلق أي ستات في الدنيا، كان يخلق سيدنا آدم بس، ولو خلق سيدنا آدم بس وخلقنا رجالة سيادتك يعني، أو لو كان خلق آدم وحواء وبعد كده حللنا الشذوذ أو الناس عرفته ومشيت بيه، كنا هنتناسل إزاي؟ هيحصل أجيال جاية إزاي؟ قوم لوط ساعتها بقوا يعني
يستنفروا من النساء، بيتنفّروا منهم اللي هم الحلال، ويلجأوا للرجال. هو الرجال ده المرة دي لو تناكحوا مع بعض هيجيبوا عيال إزاي؟ الناس هتتكاثر إزاي؟ تخيل بقى لو ده حصل من زمان، النسل هينتهي، هينقرض. حتى لو في نسل للبنات، واحدة مثلًا لو كانت جايبة شوية عيال 3 رجالة و3 ستات، أكيد كانوا هيفضّلوا الرجالة، هيحافظوا على الرجالة. خلّينا الرجالة، إحنا عايزينهم مع بعض، الستات اقتلوا منهم 2 وسيبوا لنا واحدة عشان نخلّف رجالة تاني. كانت هتبقى العملية معلش في منتهى العبث اللي ممكن تتصوّره. شُفت بقى؟ حكمة ربنا ما لهاش حل وما لهاش حدود. وسيبك من دلوقتي زي ما قُلت لك زمان لمّا كانت زوجة سيدنا لوط بتقول لك إيه، سيبهم دول أحرار. وأهل سدوم بيقولوا إحنا ما بنأذكش، دي حرية شخصية وإحنا حرين نأتي الفاحشة وغير الفاحشة زي ما إحنا عايزين، ما لكش عندنا حاجة. نفس الكلام اللي بيتقال دلوقتي، دي حرية شخصية، دعوهم ينطلقون، دعوهم يفعلون ما يشاءون. خلطبيطة. إذا كان الناس اللي بدعوا اللي بدعوا موضوع البسكليتة من زمان كانوا بيقولوا كده، يبقى طبيعي دلوقتي برضه يتقال نفس الكلام. أتمنى إن يكون الحلقة دي عجبتكم، وكانت حلقة كده قوية ودسمة، وأتمنى إن أكون قُلت لك فيها على حاجات أنت ما سمعتهاش قبل كده. وزي ما قُلت لك اسمعني واتفرّج ودوّر وابحث وتعمّق أكتر بكتير من اللي أنا قُلته. وأي حاجة تسمعها زيادة أو تشوفها زيادة فِدنا فيها في الكومنتات وقُل لنا عليها. ولو حاجة أنت شايف هتناقشني فيها أو في فكر عندك مختلف برضه قُل ونتناقش. زي ما قُلت لك قَش فخم مش مجرّد حشو معلومات يا ابني وراث. قَش فخم، إحنا بنقعد بنفكّر بصوت عالي، بنهبد ونناقش بفخامة، بس في الآخر لازم نستفيد حاجة. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك أو شير، ما عجبتكش اعمل برضه لايك وشير. اطلع كده الحلقة اتفرّج عليها ما تنساش حاجة إن دي آخر حلقة. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل وحلقة جديدة من الهبد والعش الفخم، قصة قوم لوط. السلام عليكم.